السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أول صنف في نواعم العيد، السهل الممتنع، الكحك، بطريقة سهلة وبسيطة. لو اتبعتي نفس المقادير ونفس التكنيك هتطلعي كحك التست بتاعه تحفة، مستحيل تلاقيه في أي محل بتشتري منه. أهم حاجة عندنا المقادير، عندي بالجرام مش بالكوباية. هحاول اكتبها لكم بالكوباية، بس هي بالكوباية مش هتظبط لان مش كلنا عندنا نفس الكوباية، لكن بالمقادير الدنيا هتبقى تمام جدا معاكي. المقادير برضو هكتبها لك تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت. انا معايا 530 جرام سمنة، سمنة كريستال شيراتون اي حاجة، بس السمنة تكون طالعة من التلاجة. هنحط عليهم 60 جرام سكر بودرة ونضربهم كويس جدا لغاية لما لونهم يفتح. معانا كيلو دقيق، عليه 10 جرام سمسم، عليه 10 جرام خميرة و10 جرام ريحة كحك، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين لبن بودرة. معلقتين اللبن البودرة دوبناهم في 170 جرام مية دافية. بصوا السمنة لونها بقى عامل ازاي، هشة ولونها مبيض. هنزل بكل البودرات اللي احنا كنا مجهزينها على جنب، واضرب براحتي، يعني مفيش تايم للضرب، من 10 دقايق لربع ساعة. اضربي لغاية لما توصلي لمرحلة ان العجينة في ايدك تلم وتبقى طرية وناعمة، ما تحتاجش مية. ماشي. هنبتدي ننزل عليها بالمية الدافية اللي احنا حطينا فيها معلقتين لبن بودرة. حبة حبة. بعد ما بحط المية ما بعجنش كتير، يعني اللي هو ايه بالظبط دقيقتين كده الدنيا تلم معايا والعجينة تلم من حروف العجان. لو بتعجني على ايدك تلاقي العجينة كلها ما بقتش بتلزق، بقت كلها نفس الملمس، خلاص بوقف. وكفاية قوي كده عشان العجن كتير. بعد ما نحط المية الكحكاية هتطلع معاكي قرص ناشفة، مش هتعرفي تحسي انها مبسوسة. اهم مرحلة للعجن، العجن بقى قبل المية تعجني براحتك خالص. اول ما تحطي المية او اللبن اوعي تعجني جامد. انا بحط مية لان بتخلي الكحك يعيش فترة طويلة. النقشة بتاعت الكحك دي بتاعتك، يعني مش مشكلة خالص. الكحك ما بيخمرش، بيريح عقبال ما اجهز الحشو وابتدي اشتغل. لو محشي ملبن ما بحطش اضافات. العجوة بنحط لها زبدة او سمنة. الكحك 50 جرام، الكحكاية 20 جرام عجينة و5 جرام حشو. ممكن تخليهم 10 بس اكتر من كده لا. الكحك بيدخل فرن آه، م- واطي على 150 أو 160 لو هو كحك سادة. لو كحك محشي يبقى على 180 ومش هياخد وقت طويل، يعني اللي هو ايه من 20 ل25 دقيقة ونطفي عليه. السكر البودرة بنحطه عند التقديم، ما نحطوش بدري عشان ما يطريش الكحك وما يخليش الكحك يبقى مش مبسوس، لا يبقى شارب السكر. لا لا لا، السكر عند التقديم بس. الكحك بتاعك تقدري تحفظيه في كيس عادي، ترصيه وتحطيه في حلة ستانلس أو علبة محكمة الغلق، هيفضل معاكي لغاية العيد. الطريقة دي أنا مجربوها بقالي 5 سنين مغيرتهاش بصراحة، فجربوها هتعجبكم جدا، هي سهلة قوي. هستنى تطبيقاتكم. باي باي.